هنعمل بط بالبرتقال بطريقة سهلة. على النار حطينا بصل مع الرز مع الكبد والقوانص متقطعة مع ملح وفلفل، شوية زيت، مع شوية مية، وهنسيبه بس ياخد نص تسوية، وهنحشي البطة بالرز. وفي حلة فيها مية مع جزر مع بصل ملح وفلفل حبهان ورق لورا، ونسيبها على النار تتسلق حوالي ساعة الا ربع تقريبا. معلقة عسل اسود ونص كوباية عصير برتقال مع بشر برتقال وملح وفلفل، معلقة بابريكا ومعلقة صلصة ونص معلقة زعتر. نقلب كله وندهن بيه البطة. هندخلها الفرن لحد ما تحمر. ما تنسوش اللايك والاشتراك. هنعمل ورق عنب بأسهل طريقة وأبسط طريقة، محشي العزومات، طعمه لذيذ وخفيف جدا. حلة على النار وفيها زيت وبصلتين مفرومين وعليهم معلقة توم مفروم، وهنشوحهم مع بعض على النار. أول ما يبقى لونهم دهبي هنضيف عليهم عصير الطماطم، وهنقلبها كويس، وبعد كده هنضيف عليهم معلقتين صلصة. ضفت عليهم معلقة كزبرة ناشفة ومعلقة فلفل صغيرة ومعلقة ملح ومعلقة بهارات ومكعبين ماجي، ونسيبها لحد ما تغلي كويس وتتقل. وما تقلت انا طفيت النار وغسلت الرز كويس وضفته على الصلصة، وقطعت شبت وبقدونس وكزبرة وعليهم نعناع اخضر، وقلبتهم كلهم مع بعض. وكنت سلقة ورق العنب ومجهزاه، وهنا انا بحشيه في المكنة. ممكن نحشيه على الايد عادي، بس انا عندي المكنة فبعمله وبيبقى متساوي كله زي بعضه. طلع معايا مظبوط كله حجم واحد ونفس الشكل. وبعد ما خلصت عصرت عليه عصير ليمونتين، وحطيت الحلة على النار وولعت عليها وضفت عليه شوربة، وغطيته بطبق وسبته على النار عالية لحد ما تشرب. وبعد كده بنوطي النار ونسيبه يستوي كويس. وطالع معانا ريحته حلوة جدا واصلة لآخر الشارع، وطعمه يجنن. وقدمته مع سلطة زبادي بالخيار، بيبقى طعمهم حلو مع بعض جدا. وما تنسوش تتفرجوا على باقي وصفاتي، ويا رب تعجبكم. وما تنسوش اللايك ودعمكم الجميل.